السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا هنعمل فيه النهاردة طبق حلو، هنعمل كيكة الهوز. صنف جديد كده ومختلف ومغذي جدا للأولاد، خصوصا بقى لو في فترة الامتحانات. إن شاء الله الطريقة هتعجبكم. أنا عندي هنا هعمل صينيتين مقاس كبير، هحط ليهم 3 بيضات، هضيف عليهم 3 باكو من الفانيليا، كوباية لبن حليب، نص كوباية زيت، عندي كمان كوباية سكر سنترفيش، وعندي معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وعندي 4 كوبايات دقيق منخولين، وطبعا 4 باكو من الهوز. الطريقة بقى أنا هجيب المكونات السائلة كده، هحط الأول اللبن وأحط عليهم البيض والفانيليا والزيت، وهنزل كمان برشة خفيفة من الملح، ذرة كده صغيرة من الملح، عليهم كمان حوالي معلقة صغيرة من الخل. طبعا ده كله عشان زفارة البيض وبيخلي الكيكة هشة معايا. هنزل عليهم كمان بكوباية السكر. هحط على السائل ده كله كده كمان باكوين من الهوز، انا عايزاهم ينضربوا معاهم كده عشان ياخد الطعم، وكمان هيدوهم لون جميل قوي. هضربهم كلهم في الخلاط، بعد كده هفضيهم في بولة بقى. هنزل السائل اللي عندي كده والشوكولاتة كلها، هضيف عليهم معلقة النشا، هقلبهم، وهنزل بقى بالدقيق. طبعا الدقيق ده انا نخلاه كذا مرة، وهنزل بيه كده يعني زي رشرشة كده علشان برضو يتخللوا الهواء. هنخل عليهم المعلقتين من البيكنج باودر، المعلقتين يعادل باكو من البيكنج باودر، هتنخليه معاهم بالمضرب السلكي كده. هخلط الخليط كله في اتجاه واحد كده. مهم ان انا اقلبه كله في اتجاه واحد علشان يتخللوا الهواء كده ويختلط كويس بالتدريج كده شوية شوية، لان الدقيق طبعا بيختلف زي ما انتوا عارفين. فبحب ان انا اضيفه كده شوية شوية لحد لما اتأكد انه كله اختلط والسائل اكتفى من الدقيق. يعني ممكن ال4 كوبايات العجينة بتاعتي مش تاخده كله، وممكن انها تاخدها كلها. انا عندي هنا الصواني بتاعتي، انا هعمل القوارب اللي هي قوارب التوست. دهنتها كده مادة دهنية، أي حاجة عندي زيت أو سمنة، ورشيت عليهم دقيق وجهزتهم للاستعمال. هنا الخليط زي ما انتوا شايفين كده أخد ال4 كوبايات دي كلهم، وزي ما انتوا شايفين قوامه بقى ثابت. هقطع بقى القطعتين الهوز الباقيين وهقلبهم فيه كده من غير ضرب ولا حاجة، أنا بس عايزاهم يختلطوا علشان لما أجي أقطعها يكونوا ظاهرين كده في قلبها، فبكون شكلها وطعمها بيكون جميل. هاقسم الخليط بقى على قلبين التوست، القلبين دول ما شاء الله بياخدوا قد صينيتين كبار لأنهم غواطة شوية، وأنا عايزاها تكون مرتفعة، الكمية بتاعتها مرتفعة شوية. هاحطهم بقى عشان الصواني دي رقيقة شوية، التيفال دي باحطهم في صينية ألمونيا علشان أتأكد إنهم ما يلتسعوش في الفرن. هادخلهم طبعًا على فرن أنا باكون مشغلاه لحد لما يسخن. فرن الرف اللي في النص على درجة حرارة متوسطة، بيطلعوا عندي بالشكل ده. شايفين قوامهم ما شاء الله مرتفعين. طبعًا هُم بياخدوا وقت شوية، بياخدوا لهم حوالي ساعة إلا ربع في الفرن علشان زي ما قُلت لكم الكمية بتاعتها كتيرة شوية على القربين. هاقطّعهم كده بقى وأقدّمهم مع كوباية شاي وبألف هنا. شايفين شكله جميل أوي ما شاء الله مرتفعة، وكمان ظهر فيها الهوهوز من جوّه كده. يعني شكل وطعم ما شاء الله. أتمنى الفيديو يعجبكم ونال رضاكم، يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.